افتح الباب يا مغاوي. عندي تعليمات عليا ما افتحش بعد الساعة 12. ده على اساس يعني ان احنا ساكنين في مدينة الطلبة ولا ايه؟ لا يا اختي، مدينة الانتاج الاعلاني. انا عبد مأمور يا هاني. ايه ده؟ انت هنا يا هانم؟ اتفضلي، ايه اللي موقفك؟ اتفضلي يا حبيبتي. اوامر يا اخويا ست النظرة، يا جوزي، يا سيد الرجالة. امر مين؟ افتح الباب يا مغاوري. يا باشا، اصل الست اكتفينا قالت. ما فيش حاجه اسمها اكتفينا. ما انا اكتفيت بالكلام ده. افتح الباب، انا راجل البيت، افتح. حاضر يا باشا، حاضر. ونعمل مرجالي. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. قال اكتفينا قال. كمل اول. مش انت يا اخويا اللي كنت تاخد الثواب ده؟ معانا يا رب. يا زفت يا مغاوري، انا مش قلت لك الباب ده ما يتفتحش؟ انا كمان قلت له مش شايف شغله كويس، بس ما فتحش لحد غريب. تنسيش انها مراتي. والله مراتك يا عمي يوم ما تعرف تحكمها. مالك يا شابة شد عروقك علينا قوي كده ليه؟ ما تخفي حبة لا يطقلك عرق محدش يعرف يلم. لا يا حبيبتي، انا اعرف الم اللي عايزه تلم كويس قوي يا حلوه. الحلو يا اختي مترصص عند الحلواني، ولو لازمك مقرمش اخطف لك حته من الطرف. يا ده انت طعم يا بتاع الكنافه. اخصى على الرجاله، خواننا خيت. مش دي اللي ما كنتش عارف لها طريق من الصبح؟ ايوه صحيح، كنت فين يا غزال من الصبح؟ ده كلام خصوصي، ما ينفعش يا حبيبي يتقال على الملأ كده، لين اربع حيطان يداروه. وعلى رأي المثل، جوزي وانا حرة فيه، جوزي اغسل واكويه. تعالي اغسليني واكويني. ودنك تفش منك من شويه. الفساد بقى عامل زي الوباء، بينهش في البلد ومحدش بيتكلم، وكل ده على حساب جثث الغلابة. كله بيلهط من على وش الفتة. يا جماعة من الآخر وقفتنا بكرة لازم تتعرض وتتصور. من الآخر عايزها فوضى. فهمتوا؟ أنا عايزة أفهم أنت إزاي ما بتخافش؟ إزاي قادر تقولي الكلام ده؟ ما تسيبك بقى من الكلام ده وخلينا مركزين في اللحظة اللطيفة اللي احنا عايشينها دي. ده أنا بقالي شهور بتمناها. خدي. أنت عارف أنا ما بشربش الحاجات دي. براحتك. أنا عايز أبسطك زي ما أنا مبسوط. على فكرة بابي عنده مشاكل كتير قوي بسبب مقالاته والكلام اللي بيكتبه. لا أبوكي ده قصة تانية خالص. ده راجل بيلعبها صح، عارف يستفيد من كل الجهات. هو أنت إزاي بتتكلم عن بابي كده؟ بقولك إيه؟ ما تزعليش مني، أنا صريح. أنا رأيي إن المعارضة الهشة عاملة زي الحاكم الفاسد بالظبط. عاملة زي السوس، بياكل في البلد لحد ما وصلها للي هي فيه. يكفي إنه بيحط إيده في إيد ناس عكس فكره تماماً. وكل ده ليه؟ عشان يكسب أصواتهم في الانتخابات. صح؟ كلها مصالح تتصالح. أنا ماشية ومش عايزة أشوف وشك تاني. ماشي؟
ليه؟ بتلاغي وانا معاك وشايل بالجوز. بلاغي ايه بس بتاع ايه؟ لا اله الا الله. بص هنا اهانيك ازاي غدير اللي بتخوفني منك. ده غير قصص الف ليله وليله يا دكتور شهريار. شهريار مرة واحدة أنا شهريار بتاع رمضان كان ألف خيال. يا بنتي كل ده كلام فاضي وصيت على الفاضي وافترى من البشر على العبد الغلبان. عمر حبيبي انا مش عايزاك تضحك عليا، انا شبعت كد من كل اللي حواليا، نفسي بطمن لحد. فيها فمان دي محسساني انك جديدة كده، أول مرة تسهري، أول مرة تخرجي، واو يعني فيها ده عمر. واو لونج تايم. ار يو اوكي؟ يا حبيبي انا كويس، انا بس كل اللي عايزاه ان انت تفضل معايا وخلاص. إلهي دمي يسيل زي البتاعة دي كده. لو كنت هبعد عنك هفضل لازق جوه يعني في خيالك وفي ظلك وجوه زي بسله والجزر جوه التورلي وبوز كده. ايوه كده بقى. طب يلا يا حبيبي نقوم نرقص بس بأدب وعينك في عينيا بس. لا منتهى الأدب. لا أدب أنا معايا أنا أدب عمر. مش كده؟ عمر حبيبي أنا معاك أدب يعني. مش عارف انا طبقني تمام واضرب لسانك تحت مش عارف انا بطبق وما تقعدش. طب اسمع ما بقولكش طب قرب وما تبعدش. طب ابعد ما تقربش. طب اسكت يلا اتكلم عايزك هنكت ومعلم. طب افتح ما تخافش. انت بتعملي ايه؟ تجاه سيبيني في حالي وطلعي بره. اسيبك ده ايه؟ انت بتعملي كده في نفسك كده ليه؟ قلت مالكيش دعوه، انا مش عايزه اشوف حد، اطلعي بره. مالك فيكي ايه؟ ما انا لازم افهم. مجنونه زي ما انت قلتي. بصي وديني مستشفى امراض العقليه وارتاحي مني، مش ده اللي انت عايزه توصلي له؟ انت فعلا ما بقيتيش طبيعيه. وايه اللي بقى طبيعي؟ ايه اللي بقى طبيعي؟ كلكم كدابين. في ايه مالك؟ كلكم بتضحكوا على بعض. سيبيني مجنونه، عايزه اشوف حد. انت مجنونه بره